هي المشاعر وحدة طبعا، والجمهور ما شاء الله تحركه الأغاني القديمة والحديثة، ولكن الأجمل ارتباط الذكريات بالشيء القديم، وهذا يعني يخلي الاهتمام في القديم. الأغنية السعودية توسعت أكثر، يعني صارت ما شاء الله طلعوا فنانين كثر شباب بألوان تميزهم طبعا، وهذا دلل على انتشار الفن السعودي، وخاصة أنه مخدوم يعني ما شاء الله. يعني نوجه تحية وشكر وتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، يعني أثر الساحة الفنية بالمقومات اللي تخدم الفن والفنانين، وهذا شيء جميل. وأنا أقول أن الرسالة واحدة، سواء كانت تسعينية أو ثمانينية أو ألفينية. هنا والله شوف، بالنسبة للفن القديم، أنا أكلمك عن الفن القديم الشامل في دول العربية، كان له أسلوب طربي أكثر. كانت الناس تعشق هذا اللون من جميع الألوان طبعا، من الخليج إلى المحيط، يعني بالذات الدول العربية. فكانت مصر وقتها متسيدة في هذه الألوان العريضة اللي بصراحة لا يشق لها غبار. وحاليا وللأسف الشديد أصبحت الأغنية سريعة وما تأخذ، يعني إن طولت في زمنها شهر